اللي يكسر بخاطره أهل الأرض يكبر بخاطره رب السماء، واللي يتجمع على أذيته أهل الأرض يتجمع على الدعاء ليه أهل السماء. وده اللي حصل مع سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 10 سنين قريش كذبته وعذبوا أصحابه أشد العذاب، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد 100 كيلو بعد ما راح يدعوهم، ولكن للأسف سخروا منه ورموه بالحجارة، ويرجع قلبه مليان حزن وألم، وينام وهو مهموم وموجوع، لأن كمان خديجة رضي الله عنها وأرضاها صاحبة القلب الحنون اللي كان بيفضفض معاها، اللي كانت بتهون عليه، ماتت، والبيت بقى فاضي، وينام ومحدش يعرف بالوجع اللي جواه اللي مالي قلبه إلا الله عز وجل، الله الحنين سبحانه وتعالى، اللي استحالة يرضى بقصر خاطره أبدا. ويصحى صلى الله عليه وسلم يلاقي سيدنا جبريل عليه السلام قدامه، يقول له يلا يا محمد، عندنا رحلة لجبر خاطرك من الله عز وجل، هيكرمك فيها، رحلة فيها كل الأنبياء هيكرموك وهيدعموك، رحلة الإسراء والمعراج. لو كسر بخاطرك أهل الأرض فالله سبحانه وتعالى أرسلني ليكبر بخاطرك أهل السماوات. مش بس كده، هيكبر بخاطرك خالق السماوات. يعني لو حد كسر بخاطرك اوعى تزعل، اوعى تبكي ولا تنكسر، لأن في لحظتها ربنا هيرسل لك اللي هيكبر بخاطرك. أصل ربنا يصعب عليه إنه يشوفك مكسور الخاطر. عشان كده كانوا دايما يقولوا لنا يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم. وانت كمان لو اتظلمت او اتكسر بخاطرك خليك واثق ان ربنا هيبعت لك اللي هيطبطب عليك، اللي هياخد لك حقك. بس المهم انك ترضى، انك تقول له انا راضي يا رب، انك تقول له اني مغلوب فانتصر، وساعتها هتشوف ربنا عز وجل هيعمل لك ايه. وانت كمان اوعى تكسر بخاطر حد، اوعى توجع قلب حد، اوعى تكون سبب في ان حد ينام ودمعته على خده بسببك. اكبر بخاطر الغريب قبل القريب. اوعى تقول اصل هما ما بيعرفونيش غير لما بيكونوا عايزين مني حاجه فتكسر بخاطرهم. رسولنا الحبيب بيقول لنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت بتكبر بخاطره مش عشان هو كويس ولا وحش، لا، انت بتكبر بخاطره عشان ربنا يكبر بخاطرك، عشان ربنا يعزك، عشان تكون في معية الله عز وجل. في حاجات لو عملناها هتفرق مع الناس بشكل كبير جدا، مع انها ممكن تكون صغيرة وبنحس انها بسيطة، لكنها في الحقيقة بتفرق قوي معاهم، وهتفضل معلمة في قلوبهم وعمرها ما هتتنسي مهما مرت الايام والسنين. ودايما بنسمع اللي عنده ذوق احسن من اللي عنده فلوس. عشان كده اكبر بخاطر الناس بكلمة حلوة، بطبطبة، بابتسامة، احسن مليون مرة من انك تمن عليهم بملايين الدنيا. ربنا يجعلنا ويجعلكم جابرين للخواطر.